لو سألتك سؤال مباشر قلت لك تاخد فلوس احسن وتشتري بيها اللي انت عايزه ولا تاخد تموين، انا عارف ان 90% هيقول لي ناخد التموين. ليه؟ لان اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. طيب ما نتعرف على ملامح النظام الجديد. الدعم النقدي خلاص قرب يدخل مرحلة التنفيذ، وده معناه ان شكل الدعم اللي ملايين الاسر متعودة عليه ممكن يتغير. والسؤال المهم هو مين هيستفيد اكتر؟ الحكومة أعلنت امبارح إن الهدف مش خفض قيمة الدعم في الموازنة، لكن توصيله للناس المستحقة بعدل وكفاءة أكبر من خلال التحويل التدريجي من الدعم العيني للدعم النقدي. رئيس الوزراء أكد إن بداية التطبيق مستهدفة خلال العام المالي المقبل بعد الانتهاء من الدراسات والمشاورات مع الخبراء والجهات المعنية. المفاجأة إن الشرايح الأكثر احتياجا هتحصل على مبالغ دعم أكبر في نظام تدريجي. يعني الدعم مش هيكون رقم واحد للناس كلها، لكنه هيتحدد حسب درجة الاحتياج. المشكلة مين اللي هيحدد درجة الاحتياج دي بمنتهى الدقة؟ الخلاصة اللي جاي مش إلغاء للدعم، لكنه إعادة توزيع أخطر وأدق.